من بين 372 قرية بمحافظة الدقهلية، تتميز قرية طنامل بمركز أجا كواحدة من القرى المنتجة في مصر بصناعة التريكو التي تندرج تحت مسمى الصناعات الصغيرة، لكنها جعلت القرية بلا بطالة، وتطورت منذ بدايتها في الستينيات كحرفة يدوية إلى استخدام الماكينات التي دخلت القرية في تسعينيات القرن الماضي. المراحل اللي في بقر بيبقى متراجع على اللزونة زي حضرتك ما شفت، وبناخدها بنحطها على المكن، بتمشي في حاجه اسمها زنبلك علوي، بعد كده بتمشي على زنبلك جانبي، بتمشي في حاجه اسمها مكوك ابر، بتلضم تنزل قماش بيطلع على المكوه، تمام، بيتكوي صح، بترص، بيروح لبتاع القص بتقص حسب الحرده اللي انت عايزها. بعد كده بتخش بقى في مراحل الاوفر، بيقفل الحته صح، الكم مع الصدر مع الظهر بتتقفل حته كامله. ما يقرب من 70,000 مواطن بطنامل الشرقية والغربية، إما عاملين أو مستفيدين من هذه الصناعة. فعلى مدار موسمي الصيف والشتاء لا تتوقف الأيادي بالبيوت ولا الماكينات بالمصانع عن نسيج الملابس الصيفية والشتوية، فأكثر من 90% من أبنائها يعملون إما بالمصانع أو المعارض أو التوزيع. في الموسم ممكن أحتاج لي بتاع 60 عامل وفيما أكتر كمان حسب ضغط السوق معايا. الصيفي من شهر 2 لشهر 6، والشتوي من شهر 6 لشهر 1. أنا بوزع على مستوى المحافظات هنا عندي في القاهرة والصعيد واسكندرية. معظم المصانع هنا نفسها يتفتح لها مجال للتصدير، وعندنا هنا المنتج النهائي بينافس المنتج التركي يعني. بدقة واحترافية ينتج أبناء طنامل آلاف القطع يومياً، ما بين ملابس الأطفال وملابس النساء التي تباع للأسواق المحلية بجودة تنافس المنتج العالمي. واحدة من أبرز القرى المنتجة في مصر والتي تعد بلا بطالة بفضل هذه المهنة التي توارثوها على مر السنين ويعمل بها غالبية سكان القرية. محمد شاهين في المساء مع قصوى.